بسم الله ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف مع بعض ازاي نعرف نعمل الانيميشن البسيط اللي انت شايفه ده. اول حاجه معانا هنيجي كده نجيب المنتج او البرودكت بتاعك اللي انت عايزه، وبعدين خليه على جنب كده شويه. جي زد جي اكس كده على جنب. طبعا قبل ما ننسى، بس لو في حاجه هنضغط عليها ولا حاجه. في الاول شيفت ايه، نجيب لام، نرفع دي لفوق، نختار الجيومتري نيو، نبدأ كده واحدة واحدة. أول حاجة هنشيل الحاجات دي كده، المساحة دي ملهاش لازمة دلوقتي. بعدين نضغط هنا عشان تثبت معانا، شيفت ايه، نختار كيرف، كيرف سايكل، ونوصل الكيرف بالجيومتري. ظهر معانا الدايرة. من هنا انت بتتحكم في الأضلع بتاعة الدايرة اللي معاك، تخليها بالشكل اللي انت عايزه، واللي تحت ده بنكبر ونصغر الدايرة زي ما انت عايز. مفيش مشكلة لحد دلوقتي. نضغط شيفت ايه تاني ونختار كيرف تول، حول لنا الأضلع بتاعت الدايرة اللي كانت موجودة معانا للنقاط اللي احنا شايفينها دي. تمام. هنبقى نجيب الحاجة التالتة، شيفت ايه، نختار انستنس اس والبوينت. لافت معانا. نظهرها ازاي؟ هنجيب بقى المنتج البرودكت اللي معانا، نسمي فوق الازازة دي ونحطها هنا. نختار من جيومتري لل فين؟ للإنستنس. زي الفل. طبعا ملزقة في بعضها كده، احنا عايزين نكبر القطر شوية. ماشي. جميل. ظهرت معانا بالشكل ده. ماشي، عايزين برضو نخليها تلف او تتحرك زي ما انت، كله عن طريق روتيشن. زي ما انت شايف من هنا تتحرك معاك بالشكل ده. طب احنا عشان بس الجهاز يبقى سريع شوية معانا، هنكبر من هنا السكيل بتاعتنا. طبعا انت هنا بتتحكم، فانت خليها جنب الاكس او الواي او الزد. الزد مفيش حاجة ان هو اصلا ثابت على الزد. فهنعمل ايه، هنجيب اختيار تاني اسمه ترانسفورم جيومتري. نجيب كده شيفت ايه، ترانسفورم جيومتري. ده بقى هيخلينا نلف الازاز بتاعتنا دي زي ما احنا عايزين. شوف كده، ادانا اختيارات تاني اكتر. ومن هنا كده يلف معانا بالشكل، وده الشكل اللي احنا عايزينه. بس عايزينه يلف بالطريقه بتاعتنا، اللي هو يكون ميل على جنب شويه. نعمل ايه، هنيجي هنا من الروتيشن للروتيشن في الجنب ده، بقى معاك بالشكل ده. وضغطنا كده على 7 من فوق، بصينا اتحرك معاك زي ما انت شايف. كله داخل في بعضه، يبقى احنا لازم نوسع الريدس دي، نكبرها شويه. خلينا هنا نقسم الشاشة اللي فوق دي لنصين. النص ده شيفت ايه، نختار كاميرا، نحط الكاميرا كده. خلي الكاميرا دي طبعا على 128 جي زد. نطلع نرجع ورا كده بالماوس، الشكل ده نخليه بعيد شوية. نختار هنا شيفت ايه، بلين،
طبعا نكبرها شوية على كده عشان ننزل بقى شوية. دي زد ننزل شوية نار. تمام، حاجة بسيطة زي الفل. اس اكس، خلي دي كده على الماتيريال عشان نشوف احنا بنعمل ايه. هنخلي دي على الجيومتري نود على معانا، ودي هنخليها تايم لاين. لو احنا حركنا كده تايم لاين مفيش حاجة بتتحرك معانا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي هنا، طبعا دي نخليها زيرو. نيجي من هنا نضغط كليك يمين، نسير سيجنال كي فريم. هنخلي مثلا اللي تحت دي 150، نقول له عند 150 لفلي 360 لفة، يعني لفة واحدة. كليك يمين انسيرت كي فريم، شغل تاني كده، بدأ يشتغل. عارفين إن هو بعيد شوية، فإحنا ممكن نيجي هنا على القطر بتاع الدايرة دي نقلله شوية، نشوف إيه الدنيا، نجرب. داخلين في بعض يعني، بدأ نوسع ده شوية. نشوف كده الدنيا تمام، زي الفل، مفيش أي حاجة. أدي أول حاجة. طيب إيه بقى الحاجة اللي أنا كنت عملتها في الفيديو؟ كل اللي أنا عملته اللي أنا جبت المنتج بتاعي ده، شريط برضه، وبعدين جي إكس، خليه هنا كده في النص، نقرب شوية، بعدين ار إكس ونخليه اوكي. ار إكس اللي من الناحية التانية 180. دي واي ننزله نوسطنه كده في نص الدايرة. تمام، شغل كده، شغل معاك زي الفل. ممكن طبعا انت يعني تمسك الكاميرا ترجعها لورا شوية عشان تكون شايف الصورة كاملة. كبر دي. هنيجي نحط بقى الإضاءة بتاعتنا، الإضاءة بسيطة خالص، مش على الرندر. ونيجي هنا سايكل جي بي يو 50، هنجيب لايتنج اريا، نجي زد لفوق شوية، نقرب شوية، نيجي اكس هنا، نكتب على زيرو. نيجي هنا كده نخلي دي خالص، نسود ده خالص، وهنخلي الإضاءة اس نكبرها شوية ونخليها ربع ألف. ماشي، نخلي البلان اللي تحت نخليها سودا برضه، نكبر شوية، بنشفت دي نجيبها الناحية التانية. ممكن برضه نعمل حاجة تانية. طبعا دي نرفع المودنج اللي معانا التاني اللي احنا حاطينه في النص، نجيب زيت لفوق شوية. ماشي، تختار الإضاءة دي مع الإضاءة دي، شيفت دي توجههم عند النص كده. طبعا ارفعهم لفوق شوية، دي زد.
الحتة دي. بس كده بقى معاك نفس الفيديو اللي معايا. هتيجي انت بقى ترندره بقى زي ما انت عايز ترندره. انت بس الأول هتنزل هنا كده، تيجي من الكالر مانجنج تخلي النون دي تخليها فيلمي، بتخليه هاي كونتراست تمام. وتيجي هنا تخليها اف دي فيديو. بس كده وترندر يا سيدي. طبعا عشان الموضوع ما يطولش معاك حاول تخلي دي مثلا، انا مثلا بخليها 10 عشان كارت الشاشة اللي معايا تعبان شوية. ورندر على كده. انت بقى بتزود دي شوية، حاول تخليها 100 200 عشان تطلع معاك دقة الفيديو كويس جدا يعني. ولو عايز يعني حاجة جامدة تيجي من هنا وتزود ده مثلا تخليها 200.